كنت كنظن طيبة حاجة زوينة، ولكن كنكتشف انها كضرني اكثر ما كتنفعني. بداو كلامنا اولا بالصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك عليه. الا كنتي كتعاني من الطيبه، كتشوفي ان الطيبه شي حاجه اللي هي خاصها تحيد، انها عائق امامك، انها مشكل في حياتك اللي كيستلزم انك تلجئي الكوتش ولا تلجئي الاخصائي باش تحيديها. في هذا الفيديو ليك كثير من السيدات تواصلوا معايا عندهم مشكل اساسي في حياتهم، هو الطيبه، ما عارفينش كيفاش يتخلصوا منها. واش الطيبه بصح كتحتاج اننا نتخلصوا منها؟ واش هي مثابه مرض او فيروس خاص الواحد يتخلص منه؟ شنو هي الطيبه؟ اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي الطيبه. الطيبه راه ماشي مرض، الطيبه ماشي مشكل كدور عليه الحياه، ماشي مشكل خاصنا نتخلصوا منه. بالعكس، طيبه شي حاجه اللي هي زوينه، هي قيمه، هي شي حاجه اللي عطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها على الاخرين. الله سبحانه وتعالى قسم الناس اصناف: خبيثين والطيبين، خبيثات والطيبات. تختاري واش تكوني من الطيبات ولا من الخبيثات. احنا عارفين ان الطيبين في هذه الحياه يعانيوا، انهم كيوصلوا لواحد الحد اللي ما كيبقاوش قادرين يتحملوا. ولكن واش خاصكي تعتبري ان الطيبه ضعف، انها نقطه ضعف في حياتك؟ واش الطيبه ولات مرض خاصنا نتخلصوا منه؟ واش الطيبه كتستحق انك تمرضي راسك وتسدي على راسك وتمشي تجلسي في واحد المكان وتنعزلي فيه على الناس لانك طيبه؟ هنا خاصنا نعرفوا اننا واقفين امام تحدي في هذه الحياه. انتي كتعيشي جهاد مع النفس، انتي كتوقفي مع نفسك وكتبداي تحدايها، باغا تغيري نفسك، باغا تحيدي الطيبه اللي زرع الله سبحانه وتعالى فيك، ولكن كتفشلي. ما كتقدريش تغيري، ما كتقدريش تولي شريره، ما كتقدريش تولي خبيثه. واش الناس الخبيثين سعداء؟ واش الا وليتي خبيثه غادي تكوني سعيده؟ واش الا تخلصتي من الطيبه غادي تعيشي داكشي اللي بغيتي وغتحققي داكشي اللي بغيتي وغتكوني الشخصيه اللي بغيتي؟ هنا هو السؤال. الله سبحانه وتعالى ملي قسم الناس لصنفين، طيبين وخبيثين، قالها في واحد الايه: واش باغا تكوني خبيثه ولا باغا تكوني طيبه؟ ما تحتاجيش انك تغيري، ما تحتاجيش انك تبدلي الطيبه اللي فيك، ولكن انا دابا غادا نعطيك السر باش تكون عندك شخصيه وباش انك ترتاحي في علاقاتك مع الاخرين وما تحتاجيش تغيري على قبل شي حد. اول حاجه خاصك تعرفي ان انسان طيب دائما كيكون عنده مشكل في انه يقول لا. ديما واخ ان شاء الله، نعم، انا غندير داكشي اللي بغيتي، ما كيقدرش يقول لا. ولكن هذا ما داخلش في الطيبه. هذا المشكل هذا ديال ان الانسان ما كيقدرش يقول لا ما داخلش في الطيبه، داخله في انه كيحس انه غادي يخسر اشخاص اخرين الا قال لهم لا. يعني ماشي تقولي لي انا طيبه حيت انا ما كنقدرش نقول لا. تقدري تكوني طيبه وتقولي لا. ما نبقاوش نشدو الطيبه ونديرو عليها شماعه ديال كل
الحوايج اللي هما في الشخصيه ديالنا اللي خاصهم يتصلحوا، خاصنا نوقفوا عليهم، اللي خاصنا نغيروهم. طيبه بوحدها وحدودك صحيه بوحدها. ممكن تكوني طيبه ترفضي اي حاجه نتيا ما قاداش عليها. واحد السيده ديجا تواصلات معايا كتعيش في الخارج، ما خلاش ما دارت، كتصيفط الاهل ديالها المال، كتصيفط الاخوه ديالها المال، دارت لهم الديور، ساعداتهم، ساعدات ولادهم على حساب حياتها الخاصه، على حساب سعادتها. ما دارت والو هي في الحياه. حاجه وحده اللي ركزت عليها هي انها تجمع المال وترسلو الاخوه ديالها، وهذا الشيء كتعتبره طيبه. في الاخير شنو اللي وقع؟ كبروا، اللي كبر كبر واللي وصل وصل. في الاخير قالوا حنا ما قلناش لك ديري هذا الشيء، حنا ما فرضناش عليك ديري هذا الشيء في اول نزاع، في اول خصام. واش هذا الشيء كتعتبر طيبه؟ اكيد طيبه بريئه من هذا الشيء هذا، لان سلوكاتنا والقناعات ديالنا والحوايج اللي حنا كنختاروا نديروهم ما خاصناش حنا نلصقوهم في هذا المسمى هذا ديال الطيبه. ماشي اي حاجه حنا ناخذوا الطيبه ونسطروها ونديروا لها واحد الكادر كبير ونقولوا راه حيت انا طيبه دونك انا خاصني ندير هاد الحوايج هادو. لا، كونك تضحي بنفسك وتضحي بحياتك الخاصه وتضحي بالمال ديالك وما ديريش ليه واحد الحدود، ما كتعتبرش هذه طيبه. كونك تبقاي تخدمي الناس على حساب النفس ديالك ما كتعتبرش طيبه، هذه كتعتبر سديجه، كتعتبر ما غنسميوهاش غباء، ولكن غنسميوها نقص، شي حاجه خاصها تعدل في الشخصيه ديالي. اذا نرجع لنفسي نقول شنو الخلل اللي عندي في الداخل. واش انا ما كنبغيش نعيش بوحدي؟ واش انا كنقلب على المدح؟ واش انا كنقلب نكون انا وسط الناس؟ واش كنقلب على انني نحس براسي موجوده فقط ملي كنضحي وملي كنعطي وملي كندير شي حوايج اكثر من طاقتي؟ واش انا كنتظر ان الاخرين يعطوني شي حاجه؟ واش كنقلب على مقابل؟ راه الا كانوا عندك اهداف بحال هادو كتلقاي السعاده ديالك في ان الناس يشكروك، في ان الناس يقدروك، في ان الناس يقولوا فلانه مرا مزيانه كتضحي على قبلنا. فراه اكيد كاين خلل لان الشخصيه ديالك الحقيقيه والراحه ديالك الحقيقيه كتكون في انك تكوني متصالحه مع ذاتك، كونك تحسي براسك موجوده واخا ما يشكروكش الاخرين، واخا ما توصلكش منهم اطراءات، وما تحسيش براسك في مشكل وفي نقص الا هما خذلوك اولا سمعتي شي كلام منهم اللي ما غيعجبكش، لانهم فعلا عندهم الحق. حتى شي واحد ما فرض عليك انك ديري هاد الحوايج، حتى شي واحد ما قالك ضحي بسعادتك وبحياتك الخاصه على قبلنا. هادشي هي الصفعه اللي غتاخديها، هذه هي الصدمه اللي غتفيقك واللي غتقول لك فيقي لراسك، ديري شي حاجه على قبل راسك، ما تنسيش راسك على قبل الاخرين، ما تقوليش ديما واخا على حساب نفسك. لانك ملي غتفهمي هذا الدرس هذا يا ساره واش غتلقاي راسك باقي الحال وتقدري تنقضي ما امكن، اولا غتلقاي فات الفوز اللي عطا الله عطا. ولكن ما فقدوش الامل، من يأسوش، باقي الحال في اي سن كنتي فيه، في اي مرحله كنتي فيها ممكن انك تجددي
العلاقه مع النفس ديالك. ممكن انك تخلصي من هادوك النقائص، من هذيك الحاجه اللي انت مرتبطه بها بزاف، داك التعلق الغير صحي. لانني ملي كنتعلق بالاخرين وكنبدا نربط سعادتي بهم، فانا كندير خلل في الشخصيه ديالي. ان شنو هي؟ انك تكوني غنيه، الغنى الحقيقي وانك كتستغناي على الاخرين. يعني الا بغيتي ديري واحد الحاجه كديريها خير منك وانتي راضيه وانتي فرحانه، ما كتنتظريش مقابل، ما كتسنيش انهم يقولوا فلانه مرا مزيانه، ولا فلانه كتدير الخير، ولا فلانه ما نقدروش نعيشوا بلا بها. الا كنتي كتسناي انهم يقولوا ما نقدروش نعيشوا بلا بها فراك كنتي غلطه، لانهم غادي يعيشوا بلا بك. ما حتى واحد ما مرتبط بواحد الحياه كلها. حياه فيها لقاء وفيها فراق، تقدري تفارقي معاهم بالحياه او تفارقي معاهم بالممات. لهذا خاصك تفهمي هاد النقطه هذه. غتقولي كاين الفراق، كاين حتى لما كانش في الحياه غيكون بالممات. لهذا انا نكتفي بنفسي، نكتفي بذاتي، ندير واحد الحدود اللي هي صحيه باش انا ما نتاذاش، باش حتى لا دارت الايام وهذوك الناس داروا عليا ولا جرحوني يلقاوني انا ثابته واقفه. يعني ما خسرتش نفسي، ما خسرتش راسي. الا عطيت شي حاجه كنعطيها في سبيل الله. الا درت واحد الحاجه كنديرها وانا كنتظر اجر من عند الله سبحانه وتعالى، كنتسناهش من عند الناس. طيبه ماشي هي المشكل، طيبه شي حاجه اللي هي مميزه فيك. اول حاجه ملي انتي كتبقاي تقولي ديما نعم، ملي كتبقاي تقولي واخا، شنو كدير؟ كتفكري في راحه الاخرين وراحتك نتي ما كايناش. هنا شنو كديري؟ كديري ارهاق نفسي ما كتحسيش به حتى كيفوت الفوت. لانك شنو كدير؟ داك الدوبامين، هرمون ديال السعاده، كيولي يتفرز بمجرد كتشوفي الناس سعيده، مجرد كتشوفي ان الاخرين درتي لهم واحد الحاجه حققتيها لهم. مع المده ما كتبقايش ديري شي حاجه لنفسك، لانك كتبغي تقولي علاش غندير انا على قبل راسي. كتخسري نفسك. ملي كتبغي ديري واحد الحاجه كتبداي تفكري في الاخر، ايوا لا اللهم زايده في هذا، اللهم زايده في هذه. كتبداي تصغري نفسك وكتكبري الاخرين، كتبداي تصغري من الشخصيه ديالك، وكتصغري من الحياه ديالك، وكتصغري من كل حاجه كتهمك انت كتكبريها عند الاخرين. من هنا كيبداو يبانوا لك هما كبار وانتي صغيره. كتبداي تشوفيهم هما كبار كتشوفي راسك صغيره، وبمجرد كتجيك الصدمه وكتجيك شي ضربه اللي هي قاسيه من عندهم، شنو كيوقع لك؟ كتحطمي، كتدمري، لانك انت حطيتي راسك في هذا الموقف. دونك نحاول ما امكن انني نعيش بتوازن، انني ما نخسرش راحتي، ما نخسرش نفسي، وديما نبني حدود صحيه. باغا تساعدي الاخوه ديالك، باغا تساعدي الاهل ديالك، باغا تساعدي الزوج ديالك، باغا تساعدي الابناء ديالك، ولكن ما ننتظرش مقابل. ملي غندير واحد الحاجه نديرها وانا راضيه عليها وانا مرتاحه، لان واحد الوقت غادي يقولوها لك ايوك حنا ما قلناش لك ديري معانا هادشي، حنا ما قلناش لك ضحي على قبلنا. ملي انت كتبقاي تعطي بزاف، ملي كتبقاي ديري اكثر من الجهد ديالك، الناس كتعود على هاد الحوايج هادي، كتعود عليها. مجرد كيجي واحد الوقت اللي انت كتكوني ما قادراش تعطي، ما قادراش، يعني عجز، كاين عندك عجز انك تعطي،
ما غيعذروكش، ما كاينش شي واحد غادي يعذرك، ما كاينش واحد غيقول راه كانت كدير على قبلنا، كانت كتعطينا، يعني حتى واحد ما كره الزياده. ما راك بالنسبه لهم انك انت كتعطي وانت كديري وانت هي كلشي، انت خديتي داكشي اللي بغيتي في واحد الوقت اللي هو خليتيهم هما مرتبطين بيك وكياخذوا من عندك وهذا وهذا. ولكن ملي كتوقفي كتجي واحد الوقت لانك كتعياي، ما كاينش واحد ما كيعياش، لان الطبيعه البشريه كتعيا، طبيعتك البشريه كتعياي. الله خلقك ماشي كامله، ماشي اله غتبقاي غير تعطي 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 بدون حدود. راه ضروري كيكون عندك حدود ديال العطاء، ضروري كتجي اوقات اللي كتعيي فيها، ما يمكنش غيوقع لك ازمه ماليه مثلا، غادي تمرضي، غيوقع لك شي حاجه غتقولي ايوا صافي تا شي واحد معاوني، دابا ملي احتاجيتهم ما لقيتهمش. وهذه كتوقع بزاف، لان كثير من السيدات ملي كتخالف الطبيعه البشريه ديالها وكتبقى تعطي 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 كتولي في مرتبه الاله، ما كتبقاش تشوف راسها هي انسان، كتولي هي باغا تعطي وباغا تخلق السعاده للناس وباغا دير شي حوايج اللي مبالغين فيهم. شنو اللي كيوقع؟ ضروري غتوقع شي حاجه وغادا تحتاج، ضروري غتوقع شي حاجه وما غاديش يبقى عندك، وغادي تحسي بالنقص وغتحسي بالعجز. انا داك شنو غيوقع؟ غيتخلاو عليك، وانتي ديك الساعه باش غتحسي غادي تقولي ايوا درت على قبلهم ودرت على قبلهم ودرت على قبلهم، حتى واحد ما عرفني، حتى واحد ما عقل عليا. هادشي كيوقع، كنشوفو وكنسمعوه نقولوا ضحيت ودرت وعطيت وخسرت وهادي وفي الاخر ما كاينش نتيجه. اذا الخلل فين كاين؟ المشكل فين كاين؟ واش كاين فيك انتي ولا فيهم هما ولا في الطيبه؟ يعني ملي كنبدا نقول انا طيبه، راه هذيك راه كديري فيها انتي دور ضحيه، لان الطيبه بريئه منك، كديري الدور ديال الضحيه باش تلصقي فيه دوك الحوايج اللي انتي ما باغاهمش فيك، يعني ما كرهتيش تحيديهم وما عرفتيش، فكتقولي انا طيبه باش كتخلي اولا كديري واحد الماكياج لهادوك الحوايج اللي انتي كديريهم، يعني غير كتحاولي تجملي هادوك السلوكات اللي انتي كديريها. اذا ملي غتجي تقولي لي انا طيبه فرانتي كتكذبي، فرانتي كتغلطي، يعني كتغلطي في حق واحد القيمه اللي هي ما دارت لك حتى شي حاجه. مشكل فيك انتي، مزيان تكوني كتفكري في الاخرين، عندك حس بالمسؤوليه تجاه الاخرين، كتبغي ديري كتبغي تعطي، هادشي كله زوين. ولكن اي حاجه كتزاد على الحد ديالها كتنقلب لضدها، اي حاجه بالغتي فيها، خصوصا ما كانش النيه ديالك انك دايره هادشي في سبيل الله او لا راضيه على النفس ديالك وانتي كديري، كنتي كديريه مجبره بزز منك بحال مفروض عليك، فراه انتي كتخسري نفسك، واكيد ما تلقايش النتيجه اللي بغيتي. اكيد غادا تلقاي هادوك الناس اللي درتي فيهم انتي دوك الحوايج هما اول ناس كيقولوا لك ما قلناش لك لالا ديري لينا هادشي، حنا ما قلناش لك ديري، حنا ما كنتسناوكش تعطينا، لانهم غيحسوا انك اول حاجه كديري هادشي وانتي مجبره وانتي كتمنيه وانتي ماشي مرتاحه، يعني ماشي طبيعيه. حاجه اللي كتكون طبيعيه كتكون باينه، اي حاجه كتخرج من النفس ديالنا وكتكون نورمال طبيعيه غاديه بسلاسه كتكون عندها نتيجه زوينه. انت غتعرفي هاد القضيه هادي ملي كديري الخير وهذاك الخير كيكون خارج النيه الصافيه كتلقاي نتيجه عليه. ملي كتكوني دايره وانت مفروض عليك وانت مجبره فراه اكيد غتاكلي العصا،
لان الحياه كتعطيك درس، كتفهمك انك ديك الحاجه اللي انت دايراها ما دايرهاش هكاك لوجه الله، دايرها وانت كتسناي شي حاجه. هذا من المفروض اننا نراجعوا الانفس ديالنا. الا كان عندك مشكل ديال انك كتحشمي من الناس، تقدريش تقولي لا، ما كتقدريش ترفضي اي حاجه، كتبغي تبقاي ديما في ديك الصوره الزوينه ديالك، خاصكي تصلحي هذا الجانب هذا فيك. الا كنتي كتشوفي انك انتي كديري بزاف ديال الحوايج فوق طاقتك، كتبغي تباني قويه، انك واعره، ملي تاكلي العصا ما تقوليش علاش كليتها، ما تقوليش علاش هاد الناس هادو داروا فيا، ما تقوليش علاش انا في الوقت اللي انا كنت محتاجه ليهم تخلاو عليا، لانهم دائما كيشوفوك انت قويه، ديما كيشوفوك انت رمز العطاء، علاش غيعطيوك؟ ولكن اللي كتلقى المشكل مع الزوج ديالها، كتعطيه وكدير ليه وديما واعره، وديما هي باغا دير هادي، وديما هي كتخليه هو مرتاح وهي باغا دير شحال من حاجه فوق طاقتها. لا غير خليك انت مرتاح انا غندير هادي، لا غير خليك انت مرتاح انا غندير هادي، لا انا قادره ندير هادي بوحدي. مع الوقت كيقول لي انا قادره دير كلشي، سوبر وامن، صافي كتبغي تباني ليه راك واعره. نهار غادي تقولي ليه انا مريضه، يقول لك كتمثل، ما يسيقكش والله ما يسيقك. كيدوي معايا سيدات كتقول انا راجلي كنقول ليه مريضه مريضه، ما كيدينيش للطبيب، كيقول لي ارتاحي غيفوتك الحال. هي باش تعرفي يعني هي مولفه ديما واخا كتكون مريضه كتنوض دير شحال من حاجه، نهار اللي كتقولي انا مريضه كدور نص ساعه كيلقاها واقفه، كيقول هادي كيفاش مريضه ونايضه، اذا راه كتمثل عليا. هو ماشي هو يعني هو غادي يشك فيها ولا غينويها فيها خايبه ولا لا، هو راه كيشوفها بالعقل ديالو، لان الرجال عقلانيين ماشي بحالنا حنا نساء كنكونوا عاطفيين. الرجال عقلانيين، عنده مريضه يعني مريضه صافي، ماشي مريضه وانتي نايضه كديري شحال من حاجه. 1+1=2، هما كيفهموا هكا، 2+2=4، ماشي تي كتقولي ليه 2+2=10، يدور يلقاك فيك 10 نايضه واقفه كديري شحال من حاجه. ان الرجال كيكونوا منطقيين، هو منطقي وانتي عاطفيه، فانتي كتفهميها هكا انا مريضه دونك انا خاصني نوض ندير شحال من حاجه، يعني ما كاينش شي واحد غيديرها في بلاصتي. وهو واش كيشوف انك انت مريضه ونضتي، يعني انت راكي كتمثلي ولا عاد سقات لك وبغيتي تقولي مريضه ولا عاد كتفشي ولا كيفهمها هكا. يا ادم ملي تكوني مريضه تلازمي الفراش ديالك وخاصو يحس بك راكي مريضه مريضه. ملي نقول انا مريضه كون فعلا مريضه، ماشي انا مريضه واقفه وكندير انا ما غيفهمهاش، هادي ما غاديش يفهمها، تخربقي ليه الدماغ ديالو. احنا النساء كنخربقوا الدماغ للرجال ديالنا، كنخربقوهم كيفهموا والو، يقول هاد النساء هادو ما غير مفهوماش، هي باكيه هي ضاحكه هي معصبه هي مبرده هي تجي تقلق عليا هي شويه جايه تحذرني، ها هي معصبه ها هي فرحانه ها هي مريضه ها هي ما مريضاش. كلشي هاد الحالات كيعيشهم الراجل معاك في ساعه ربما يشوفك هاد الحالات كاملين، لكن شي ماشي متوازنه، الا كنتي انتي ما عارفاش انك تبطي راسك وتعرفي راسك اش كديري، لان هذيك العاطفه كتخرج علينا بحال هادشي اللي درتي دابا، كتجي كتقولي انا طيبه، اذا خاصني نحيد الطيبه باش نساجم مع الناس وباش انايا الناس يقدروني ويحترموني. ملي كتحيدي الطيبه راك غتصنفي من الخبيثين، يعني غتولي خبيثه صافي لا رجعت فيها. وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى للناس الطيبين. ملي كتادي ما خصكيش تغيري، انا ملي كتغيري خالفتي طبيعه ديال انسانه طيبه، دونك انت ماشي طيبه من الاول، اذا انت غير كتنافقي. خصك تعرفي هذا الفخ هذا تقدري طيحيه فيه، وشحال من وحده تغيرات
شحال من وحده ولات قاسيه، شحال من وحده ولات كدير الشر. علاش؟ لان كانوا داروا فيها الشر. واش غادي نعتبروها طيبه؟ اكيد لا، اكيد لا. يعني ما يمكنش انسان طيب غيولي شرير وغيولي خبيث الا وهو راه كان غير دايره قناع. هذا هو اللي كاين. ما يمكنش انسانه طيبه تغير. واش جوهر حقيقي، واش الذهب كيتغير؟ الذهب، حنا الذهب كاع واخا كيجيلو الغبار كيقدر يتهرس، كاع كان عندك شي خاتم متهرس ليك ما غاديش يتغير، راه كيبقى ذهب ذهب ذهب، القيمه ديالو ما كتغيرش. هكا انسان طيب يقدر يدير معاك حدود صحيه، يقدر يوقف، يقدر يدير الصمت، ما يبقاش يكلمك، يقدر يبعد عليك، يقدر، ولكن ما نقولش غادي يتغير وغادي عادي. غير معقوله هذه، منطقيا ما كايناش. يعني تولي غير هذيك شي واحد وغتنوضيش عادي، اذا انت راك ماشي طيبه من الاول. اذا انت راه فك واحد الخبز كان مخبي، كنتي دايره قناع تاع طيبه. يعني ما يمكنش تقولي انا طيبه وكان عادي، ولا انا طيبه وليت قاسيه وتغيرت باش انا نكسب الاحترام ديالي، ولا انا لساني صليت كنقول شي كلام اللي هو ما هواش غير باش نبان انا قويه. لا، ما يمكنش. هاد الحوايج هادو ما كيتلاقاوش. لان الا خديتي الزيت مع الماء خلطتيهم راه ما غاديش يندمجوا. ما يمكنش، ما يمكنش يندمجوا، كيبقى الزيت زيت والماء ماء. يعني كل واحد ما يمكنش تخلطي. يعني راني تغيرت تطورت وليت خبيثه، وليت حتى انا قاسيه، وليت حتى انا اللي دوا معايا نعطيه، واللي جا اداني ناديه. انا كنت طيبه وتبدلت، كنقلب على كوتش باش انا نتبدل، باش انا ما نبقاش طيبه. ما كايناش هيدا، ما كاينش شي كوتش غادي يساعدك باش يغيرك باش انت ما تبقاش طيبه وتولي خبيثه. ما كايناش. غير علمك كيفاش ديري حدود صحيه، كيفاش تحطي النقط على الحروف، كيفاش تحافظي على نفسك، كيفاش تكوني قويه، كيفاش لا درتي شي حاجه كديريها في سبيل الله ولا كديريها وانت راضيه عليها. يعني الا درتي الخير كديريه وانت فرحانه، لانه كيمنحك السعاده ما كيضيعكش. يعني واخا هذاك الانسان درتي فيه انت الخير رجعوا لك بالشر، انت ما كتخسريش نفسك، انت كتبقاي ثابته لانك ما دايراش هذاك الشيء وانت كتنتظري شي حاجه، انت كتنتظري مقابل. وديما اي حاجه بغيت نديرها من بعد ما نكون انا درت لراسي شحال من حاجه. يعني نسبق راسي هو الاول، كوني انانيه وخذي حقك هو الاول، عاد شوفي الناس، عاد شوفي الاخرين، ماشي انت كتسبقي الاخرين على النفس ديالك. هنا راه كديري مشكل، كديري خلل، لان حتى نفسك ما كتبقى تفهم والو. شي نفسك كتولي كيبانوا لها الاخرين هما النفس ديالك، ما تبقاش تعتبرك انت راكي كاينه، الوجود ديالك كيتلغى، نفسك كتحمقيها، نفسك كدوخيها، كتخلي الاخرين مثلا الا كانت عندك شي اختك كتفضليها اكثر من النفس ديالك وديري على قبلها وكتضحي على قبلها. لان واحد السيده كانت تكلمات معايا عندها الاخت ديالها دايرها بحال بنتها، لان الام ديالها توفات فولات كتضحي على قبل هذيك البنت، كدير كلشي على قبلها. اختها ولات ديرها بنتها، ولات ديرها اكثر من راسها. في الاخير لقات جحود ولقات نكران وتصدمات، قالت لك علاش انا هاد اختي ما خليت ما درت على قبلها وما استفدت والو. لان هي لغات نفسها، ولات كدير كلشي على قبل اختها، خلات راسها هي. دونك حتى اختها لغاتها ولغات الوجود ديالها بحال ما كايناش. وانتي نفسك ما فهماش والو، نفسك مابقاش كتعطيك، ولات كتعطي لختك، عاد اختك غادي تعطيك. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. عطي راسك بعدا، حبي راسك، اهتمي براسك، ديري شي حوايج على قبل راسك باش الاخرين كيفهموا انك انتي بعدا راكي كاينه موجوده، يعني كديري شي حاجه انتي لراسك. اما الا كنتي لاغيه راسك وما كديري والو حتى هما كيلغيوك، لانك انتي اصلا غادا في واحد القانون غير طبيعي غير متوازي، انتي دايره خلل،
انت غيرتي الطبيعه ديالك، انت تغيرتي كليا، بقيتي كديري والو على قبل راسك. كيفاش هما غيديروا على قبلك شي حاجه؟ باغا تعرف دير حدود صحيه ما فيها ما يخسر الناس، باغا تبقى معاهم، باغا هي غير تطور راسها وتعرف كيفاش تتعامل ملي الانسان كيتجاوز الحدود ديالو، ملي مثلا انسان كيطلب منها وهي ما باغاش تعطي وفي نفس الوقت ما باغاش تخسرو. راه كاين بزاف ديال الحوايج ديال التمارين ممكن يساعدك فيهم كوتش، ولكن باش غيساعدك كوتش انك تغيري ما تبقايش طيبه، فهادي راه ما كايناش، هادي ما كايناش ما كايناش. واي واحد غيقول لك لا تبدلي ولي انسانه قاسيه راه كيكذب عليك، كيضحك عليك، لانه هو اصلا لمس فيك انت هذيك القسوه، لمس فيك انت هذاك الخبث، بغى يجرك ليه. صافي سيري كملي حياتك هكا، انت باديه هكا، اذا كملي حياتك هكا. نتمنى انا رسالتي تكون وصلات وفهمنا شنو هي الطيبه، وان الطيبه راه ماشي ضعف، وان الطيبه ماشي هي شي حاجه نقطه هي سوداء في حياتي، ولا شي حاجه اللي خصني نتخلص منها. لا لا لا، ما خصناش نكونوا هكا، ما خصناش نغيروا القيم، ما خصناش نغيروا الحوايج الزوينين في الحياه، نغيروا حنا اخلاقنا ونغيروا الحوايج المميزين فينا حنا فقط باش نرضيو الاخرين. طيب ما كياديش، طيب ممكن يعتزل اذى، يعني الا اذيتيه ممكن انه يعتزلك، ممكن انه ما يبقاش يدوي معاك، ممكن انه يدير حدود صحيه، ولكن كيبقى طيب، مازال طيبه، مازال مستمره ويقدر يدير حوايج اخرين، لكن ما كياديش. نتمنى ان شاء الله نكون فتك في هذه الحلقه هذه وقدرت نقنعك ان الطيبه راه ماشي ضعف، ان الطيبه راه ماشي نقطه سيئه في حياتك، ان الطيبه شي حاجه اللي هي زوينه. وخدمي على الشخصيه ديالك، خدمي على النفس ديالك، وخدمي على الحوايج اللي كتشوفيهم فيك ناقصين وخاصهم يتصلحوا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يغير شحال من حاجه فيك وتلقاي عليه الضاله ديالك، الحاجه اللي انت كتقلبي عليها. ما تنسايش تدعمي القناه وتكوني وافيه ليها، ما تنسايش انك تستمري وانك تبقاي الصباغه ديالك وما تغيريش الصباغه ديالك، وتبقاي دائما وابدا طيبه، لان الجوهر ديالك عمره ما غادي يتغير. لانك ملي غتكوني فعلا تقولي انا طيبه غتكوني لا قدها لا قد المسؤوليه ديالها. ماشي ساهل تكوني طيبه، وماشي ساهل انك تحافظي على نفسك في هذا الزمن هذا اللي كثر فيه الخبث وكثر فيه الاذى. نلقاك ان شاء الله في الفيديو القادم.